افضل 10 يوتيوبرز لازم تتابعهم لان هم فعلا بيقدموا محتوى قيم ومفيد ونوعا ما فيهوش تضليل. بس خلينا قبل ما نبدا نشترك في القناه، ندوس لايك ونفعل زر الجرس. تعالوا نكمل الفيديو. قبل ما نبدا باول واحد عايز بس اقول لكم ان ترتيب ملوش علاقه ولا بجوده المحتوى ولا بصانع المحتوى، ده ترتيب عشوائي بس كده من دماغي. اول واحد معانا وهو ابو زيد، صاحب قناه دروس اونلاين. القناه بتتكلم بشكل اساسي عن تعلم اللغه الانجليزيه ودروس في الحياه، وبيساعدك بطريقه مباشره انك تغير حياتك للاحسن، وكمان بيساعدك في تحسين حياتك وثقافتك واي حاجه ليها علاقه بالجرافيك. فانا انصحك بشده انك تتابع احمد ابو زيد. تاني قناه والاقربهم لقلبي دوبامي كافيه، صاحبها ناصر العقيل، شخص مؤثر جدا على اليوتيوب ومن اكتر الاشخاص اللي هتحبهم. بيتكلم في القناه بتاعته عن الكتب، بيقرا كتاب كامل ويلخصه ويجي يشرحه لك بطريقه مبسطه وعلميه زي ما احنا عارفين، حيث القهوه والموسيقى والكتاب. حيث القهوه والموسيقى والكتاب. اخوك ناصر العقيل. القناه بدون مبالغه هتغير حياتك للاحسن، سواء ماديا او اجتماعيا او فكريا او سلوكيا. والحلو في تقديمه للمحتوى انه بيقدم المحتوى بطريقه ما تحسسكش ان هو جايب معلومات من كتاب او ما يحسسكش بالجو بتاع الدراسه والكلام ده. مميز قوي في شرحه في تقديم المعلومات، صدقني هتستفاد قوي لو تابعت. ثالث حد وهو الدحيح الغني عن التعريف، بيقدم لك كل حاجه تقريبا عن الحياه بشكل علمي بس مش علمي. طريقته في الشرح خفيفه قوي، بيحسسك انك بتسمع قصه مسليه، بيبسط لك كل المفاهيم بشكل يخليك عايز تتفرج على كل فيديوهاته في يوم واحد بس. ما تنساش تتابعه عشان تستفيد بكنز المعلومات الرهيب بتاعه. رابع حد وهو يوسف اشرف، شاب صغير لاعب كمال اجسام، هدفه الاساسي ان هو يساعد الشباب يحسنوا حياتهم للاحسن. من ضمن الناس المحترمه جدا اللي ممكن تتابعها وتستفيد منها قوي، وانا من وجهه نظري انا شايف ان هو شخص مؤثر وليه مستقبل كويس قوي على السوشيال ميديا. خامس واحد معانا وهو ابو فيلا، صاحب اكبر قناه في الشرق الاوسط. ابو فيلا الجيمنج. اللي بيميز ابو فيلا دمه الخفيف جدا والمحتوى المتعوب عليه وطريقته المميزه في المونتاج. بيمنتج فيديوهاته بطريقه ما تشوفهاش عند اي لاعب تاني جيمنج، وراجل خيري بشكل مش طبيعي. كل ما بيتم كام مليون او كل ما بيتم مليون بيعمل حاجه خيريه، سواء ان هو يبني جامع او يتكفل بعلاج 1000 شخص. ومؤخرا هو مش بس جيمنج، ده كمان بيعمل فلوجات. وبعد كده عمل قناه مخصصه للالعاب بس، ما تنساش تتابعه لو انت ما تعرفوش. سادس حد هو كابتن محمود الدره، لاعب كمال اجسام ومستر اولمبيا، بيساعدك بشكل كبير انك توصل لهدفك، مش بس جسمك، حياتك العامه. بيتكلم عن العلاقات والشباب وازاي تحل اي مشكله بتواجهك في حياتك، وبيحاول يساعدك انك تنجح في حياتك وتوصل للشكل المثالي بتاع جسمك. وكمان بيوصل لك شويه مفاهيم بتدور حوالينا في العالم ليها علاقه بالسياسه شويه. شخصيه مؤثره جدا لازم تتابعها. سابع حد محمود اسماعيل. محمود اسماعيل شخص واضح جدا في كل فيديوهاته، ونوعا ما محتواه عشوائي، بيتكلم عن حاجات كتير قوي، ملوش حاجه معينه بس بيتكلم فيها. بس انا شايف ان محتواه الاساسي ان هو بيحكي الحاجات اللي شاغله دماغه، ده اللي هو كاتبه في البايو. طريقته في تقديم المحتوى حلوه قوي، وخصوصا المونتاج بتاعه اللي بيظهر فيه باكتر من شخصيه. كل الدعم ليه الصراحه لاني بحبه. ده من حد معانا وهو استوديو اشرف، راجل محترم وبسيط جدا، بيقدم لك كل حاجه ليها علاقه بصناعه المحتوى زي الاصوات والاضاءه وازاي تشتغل عليهم صح، وشرحه حلو قوي على فكره. فلو مهتم بصناعه المحتوى فانصحك باستوديو اشرف. تاسع حد وهو الداعيه محمود الحسنات، شخصيه مؤثره جدا بتتكلم عن الدين والشباب وازاي تعيش حياه سعيده في رضا ربنا. فيديوهاته غنيه جدا وبالذات كلامه عن الشباب والزمن اللي احنا فيه. خش اتفرج عليه وصدقني هترتاح جدا بكميه المعلومات اللي هديها لك، هيبسط لك الحياه بشكل بسيط جدا. ما تنساش طبعا. رقم 10 واخر واحد معانا وهو عبد الله العلاوي، بيتكلم بشكل عام عن الدنيا وازاي تعيشها صح وازاي تتخلص من العادات السيئه وتكتسب عادات صحيه مفيده. محتواه قيم جدا ومليان بكميه افاده ملهاش اخر. لو وصلت لحد هنا فشكرا جدا ليك ولوقتك. ما تنساش تشترك في القناه وتدوس لايك. قول لي لو حابب انزل لك جزء تاني عن القنوات اللي ما انصحكش تتابعها ولا لا. اشوفكم في فيديو جديد.